وإلا قلت لك هذا الخير هذا غادي نحضروه بلا كريمه سائله وبلا بودره الكريم شونتي تيقيني. تبعي معايا الوصفه، راه سهله وبسيطه بواحد المكون خطير كيجيب لنا لي طرونش معلكين وحسن بزاف ملي كنشريوه على برا. اول حاجه غادي نبدا بها هي الجينواز. احتاجيت فيه 5 ديال الحبات ديال البيض، رشيشه ديال الملحه وكيس ديال السكر بالنكهه ديال الفاني. كنبدا كنطلع البيض وكنضيف كاس ديال السكر خشن او سكر سنيده. بالنسبه للبيض درت 5 البيضات لان البيض كان الحجم ديالو صغير بزاف. نتوما كديروا غير 4 ديال الحبات ديال البيض فقط، لان هذه الوصفه هذه اللي غنشارك معكم ديال الجينواز غير ديال 4 البيضات. صافي كنطلع البيض مزيان مزيان مزيان، ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره مملوءه جيدا ديال الكاكاو المر يكون نوعيه جيده. الا استعملتوا كاكاو حلو فنقصوا شويه من السكر، نقصوا واحد 4 كاس او اقل. صافي كنبدا كنخلط من الاسفل للاعلى. في هذه المرحله ما كنخدمش بالخلاط اليدوي، كنخدم فقط بالسباتول باش هكا ما نهبطش هذاك البيض. وكنبدا نضيف الدقيق على دفعات. غادي نحتاج في المجموع كاس واحد ديال الدقيق. كنبدا كنضيفوه على 3 او 4 ديال الدفعات. الدقيق يكون مغربل من قبل ونعاودو نغربلو فاش كنكونوا كنضيفوه. صافي كنبدا كنخلط من الاسفل للاعلى. طريقه راه بسيطه بزاف، يعني غير كتخفقوا هذاك البيض مزيان وتبعوا الطريقه وان شاء الله الجينواز غادي يكون ناجح 100%. هذه هي طريقتي المعتمده وراه ما تنبدلهاش نهائيا. صافي هنا في هذه المرحله كنضيف 4 ديال المعالق ديال الحليب و4 ديال المعالق ديال الزيت، وغادي نضيف نصف كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. بالنسبه للبنات اللي مولفين كيحضروا الجينواز فيخدموا بهذه الطريقه. البنات اللي اول مره غادي يجربوه ياخذوا داك الزيت وداك الحليب يديروهم في واحد الزلافه ويضيفوا عليهم واحد المعلقه كبيره من هذا الخليط هذا ديال الجينواز ويخلطوهم، عاد يضيفوهم على باقي المكونات ديال الجينواز باش هكا يتخلطوا لكم بكل سهوله. صافي كنفرغ الخليط ديالي في واحد الصينيه ديال الفران 37 سنتيم على 32 سنتيم. ضروري كتفرشوا لها ورق طي. وكندخل الجينواز يطيب 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه كحد اقصى على 180 درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل، والفران راه كان سخون من قبل. صافي من بعد كنحيد لي هذاك ورق طي، كنحطوها على واحد المنديل وكنقسمو على جوج. واحد الجهه بانت ليا في الجينواز رقيقه بزاف وبالتالي يعني كتقصح، فخليتها هكا شيطه من بعد وحطيت قطعه فوق من قطعه وحيت داكشي اللي زايد. ندوزو نحضروا الكريمه اللي غادي نحتاج فيها كاس وربع ديال الحليب اللي كيكون بارد يعني قريب يتجمد، وكنضيف علبه ديال الكلاص ماشي لاموس، علبه ديال الكلاص بالنكهه ديال الشوكولاته، وكنخفقها مع داك الحليب. صافي كيجيب واحد القوام اللي معلك بحال اللي دايرين الكريمه السائله مع الشوكولا غيش، وحنا راه دايرين غير علبه وحده ديال الكلاص كيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي تلقاوها موجوده في جميع الاسواق، الثمن ديالها تقريبا 14 درهم فقط. صافي هنايا كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون ثقيله ومتماسكه ما شاء الله. شوفوا الشكل ديالها وكتجي بحال الا معلكه تماما بحال الا درنا الكريمه السائله مع الشوكولاته. وكندوز كناخذ اول قطعه ديال الجينواز اللي دائما كنحطها مقلوبه وكنحاول نسقيها. انا هنايا سقيتها بالقهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الماء اللي كيكون دافي. نتوما كديروا السيرو، القهوه، الحليب اللي بغيتو. من بعد كنحط طبقه ديال الكريمه اللي درتها في واحد الكيس بلاستيكي باش تسهل عليا انني نوزعها. ومن بعد كنقاد ليها الوجه ديالها. النصف الثاني ديال الجينواز حتى هو كنسقيه وكنضيف طبقه فوق من طبقه، وكنضيف طبقه واحده اخرى ديال الكريمه. والكريمه ما تستعملوهاش كامله في الحشو، خليو منها كميه للتزيين في الاخير. وغادي نديرها في المجمد على الاقل نخليها واحد الساعتين، عاد كنرجع ليها باش نديرو فوق منها الطبقه الاخيره اللي غادي تكون عباره على طبقه ديال الشوكولاته. كنحاول نقاد ليها الوجه مزيان مزيان. غادي نديرها في المجمد ونرجع نصايب الشوكولاته. احتاجيت 100 غرام ديال الشكلاط مع 4 كاس ديال الحليب. كتستعملوا اي نوع ديال الشوكولاته كان متوفر، المهم يكون نوعيه جيده باش يعطينا المذاق بنين. 55% ديال الكاكاو او 75% ديال الكاكاو، اولا كتستعملوا الشوكولاته بالحليب. صافي كندوبها مع داك الحليب. كنحاول انني نصفيها باش نحصل على واحد الكاناج اللي كيكون يعني كيبري وما تيكونوش فيه حبيبات ديال الشوكولاته. وصافي كنضيف هذاك الكاناج فوق من الطبقه ديال الكيك بهذا الشكل هذا. كنحاول نسرحها وغادي نديرها دابا في المجمد ونخليها ليله كامله. من الاحسن باش هكا فاش نكون كنقطعها تكون كتقطع بسهوله. كناخذ واحد السكين اللي كيكون ماضي مزيان. من طبيعه الحال كناخذ القياسات، انا خديتهم بهاد الكريطينه هذه اللي غادي نحط فوق منها لي طرونش. من بعد السكين كنديرو في الماء سخون ضروري، كنمسحو من الماء وكنقطع به وكنعاود هاد العمليه كل مره بغيت نقطع الكيك ديالي.
صافي وكنستمر. يعني كيف ما كتلاحظوا الموس راه كيبقى نقي كل مره بغيت نقطع به، لانني كنشللو بالماء سخون وكنمسحو. كتخليو شويه من هذيك الكريمه ديال الكلاص اللي درنا لداخل كتزينوا بها من الفوق. انا بالنسبه لي كانت عندي هاد شويه ديال الكريمه من وصفه واحده اخرى، فزينت به هاد لي طرونش هادو، زينت ايضا بوريقات ديال الذهب، وزينت بشويه ديال الحبيبات الشوكولاته. تنتمنى فعلا ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتنال استحسانكم. صراحه جربوها لان تستحق تجربه، والى اللقاء في فيديو قادم.